السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض كيكة بالمانجا، حاجة حلوة وباردة في الجو الحار اللي احنا فيه ده، وان شاء الله هتعجبكم. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا نص كوب لبن، وكوب سكر، ونص كوب زيت، وكوب وربع دقيق، واتنين بيضة، وفانيليا وبيكنج باودر. هنا هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل بالبيض، وبعد كده هنحط السكر، وهنحط اللبن، وهنحط الزيت، وهنضرب كل ده في الخلاط. وبعد كده هنحط معلقة خل كبيرة عشان الخل بيخلي الكيكة هشة معانا. وهنجيب بولة وهننزل بالخليط ده كله، وهنحط الدقيق، وهنبدأ بقى نخلط كل ده بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد. وهنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبعد كده هنجيب صينية مدهونة سمنة ومتبطنة بالدقيق، وهننزل بالخليط بتاعنا كله. الصينية اللي عندك الوسط يعني. كده خلاص هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. ندخلها الفرن، هنبدأ نعمل طبقة المانجا. وهنا بقى هنبدأ نعمل طبقة المانجا. هنجيب المانجا قطعناها معانا بالشكل ده كده، ده اسهل طريقة تقدري تعملي بيها المانجا مكعبات، بس طبعا ما بتكونش المانجا طرية، يعني ماسكة نفسها كده كويسة عشان تنفع معاكي يعني. طبعا عدد المانجا زي ما انت حابة، عايزة 4 3 2 زي ما انت حابة. كده خلاص خلصنا الكمية بتاعتنا، هنبدأ بقى نحطها في التلاجة. وهنا بقى هنبدأ نعمل طبقة الكريمة. معانا كوباية كريم شانتيه، وهضيف عليه نص كوب مية ساقعة. انا بحب احط المية شوية شوية عشان الكريمة ما تخفش معايا، ولو عايزة تاني احط مية زي ما انا عايزة. انت وانت بتعملي بتشوفي القوام معاكي عامل ازاي، يعني يبقى كويس معاكي بدل ما تحطي ميه كتير ويبقى خفيف منك، لا يعني شويه بشويه. وكده خلاص الكيكه معانا استوت بالشكل ده. هنبدا بقى نطلعها، وهبدا بقى اسلكها كده عشان نقلبها. وبعد ما قلبناها هنبدا بقى نسقيها بنص كوب لبن. خلي اللبن يجي في كل حته كده في الكيكه بالظبط كلها عشان تطرى معانا. وبعد ما تبرد تمام هنبدا بقى ايه نحط عليها طبقه الكريمه، وهنفردها معانا بالشكل ده كده. وبعد ما فردناها كويس هنبدا بقى نحط طبقه المانجا، وهنحطها في التلاجة ساعة تجمد معانا كده، والكريمة تجمد بعد ساعة كده نبدأ بقى نقطعها. وبقت معانا بالشكل ده كده، هنبدأ بقى نقطعها. بجد تحفة جميلة قوي، ان شاء الله بجد جربوها وان شاء الله تعجبكم. بصي قولي بقى اشطوطة، قولي كيكة بالمانجا، قولي حاجة زي قطعة جاتوه بالمانجا، هي جميلة قوي. وفي الحر اللي احنا فيه بجد ده حاجة هتطر على قلبك كده وتسقع كده وجميلة.
بجد جربوها واستنى رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير وتابعوا القناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.